ما تلاقيش ابدا بنت اصول متربيه عاشت مع راجل تحت سقف واحد على الحلوه والمره، ورضيت بيه زوج يشيل اسمها وتكون في كنفه ورعايته، تطلع عيبه لو حصل خلاف او انتهى زواجهم بطلاق، ما ترضاش تعايره او تجرحه على الملأ لانها خرجت من بيت يعرف الاصول وتعرف ان ده عيب ولا يصح قبل ما يكون ده حرام اصلا. بعد اذنك، مطربه مين دي اللي تتعاطفي معاها بعد ما تفشي سر بيتها وتهتك عرض راجل اكلت معاه عيش وملح ولو مره واحده؟ بلوجر مين دي اللي تخليكي تقولي دي كانت املنا الاخير في علاقه سويه؟ ممثله مين دي اللي تدافعي عنها وتاخديها قدوه ومثل؟ للدرجات عقولنا انغمست في الباطل والدفاع عنهم وهم كل هدفهم لفت الانتباه واعتلاء الترند. يا ريت نرجع لاصلنا ونعرف فصلنا، احنا لا شبههم ولا هم شبهنا، احنا ناس متربيه واهلنا طافحين الدم علشان عاوزين الايام تسوق اكتر ما هي، بلاش علشان احنا، لكن يمكن علشان ولادنا وبناتنا يلحقوا حاجه باقيه فينا من اخلاق وتربيه واصول. واسالوا ربنا الستر دايما والرضا بكل حال، وما يجعلناش من الناس اللي بتهتك الاعراض او بيفشوا السر، ولا يجعلنا من الذين يخوضون مع الخائدين. بس كده، سلام عليكم.